حصل معايا مع اني باكل عادي يعني. عادي ايه بس؟ ده انت بتاكل العيش تكسر الاكل الناشف والمكسرات وبتفتح الاكياس باسنانك. طب والعمل ايه دلوقتي؟ الاول هنوقف الاكل الناشف ومضغ اللبان بالساعات ده ونشوف الطقطقه هتقل هي والقلم ولا لا. طب لو القلم والطقطقه ما قلتش؟ هنروح نكشف في عياده متخصص اسنان او جراحه وجه وفكين. ممكن تلاقي المشكله جايه من المفصل نفسه هيد او حتى جايه من العضلات. فممكن دكتور الاسنان يوصف لك ادويه مسكنه ومضاده للالتهاب او حتى ادوات لحمايه الفم او حتى ينصحك بالعلاج الطبيعي. طب وايه هو دور العلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي بيستخدم اجهزه بتقلل الالم واجهزه تانية بتقلل الالتهاب، ده غير تقويه عضلات الفك وفك التشنجات العضليه، وطبعا تحسين فتح وقفل الفم وغيرها. والاهم بقى بيعمل تحريك وتصحيح واسترجاع لوظيفه الفك بجزء. طب ولو ده كله ما جابش نتيجه؟ هنا بقى هنحتاج لاخصائي جراحه فممكن يستخدم الحقن الموضعي زي حقن البوتكس حتى يضطر يفتح جراحيا. فعشان نتجنب ده كله نبطل نتعامل مع مفصل الفك على انه كسرة البندق او مكان اللبان او حتى فتحه الاكياس والازايز. قولوا لنا هل كنتوا تعرفوا عن طقطقه الفك واتعاملتوا ازاي؟ لو حصلكم قبل كده كنتوا تعرفوا ان العلاج الطبيعي له دور ولا لا؟ قولوا لنا في التعليقات.